اهلا بيكم من جديد، وبنبتدي فقرتنا النهارده عن دور المعلم في القرن ال21. طبعا ما فيش شك ان المعلم دايما ليه دور مهم، وعلى مدى السنين وعلى مدى التاريخ بيكون له دور مهم في حياة اولادنا في المدارس وفي حياة كل طالب. والتحديات بقى اللي بقت موجودة قدام المعلم دلوقتي يمكن بقت اكبر واقوى، ودوره كمان اختلف وتغير مع التغيرات اللي حاصله في المجتمع، وكمان تغيرات سيطرة التكنولوجيا على الحياة المدرسية والحياة الاجتماعية. هنعرف ايه الدور ده واهميته، وازاي كمان يقدر يعني يدعم الطالب في المهارات الحياتية مش بس في الناحية التعليمية. ضيفنا دكتور شادي عابد، مدير احدى المدارس ودكتوراه تكنولوجيا التعليم. صباح الخير حضرتك. صباح الفل. اهلا بيك معانا. اهلا وسهلا. دكتور شادي، خلينا نقول الاول ايه التغيرات اللي حضرتك شايفها دلوقتي في دور المعلم في الفتره او في القرن والزمن اللي احنا عايشين فيه؟ تغيرات كبيره جدا. دور المعلم النمطي في السابق مش ملائم ابدا لمتطلبات ارباب العمل. طب النمطي اللي هو يعني لو عملنا مقارنه بين الدورين تقول ايه؟ يعني المعلم زمان كان ملقن. كان ملقن. دلوقتي بقى في ادوار تانية للمعلم، فاصبح لازم علشان انا اوفي سوق العمل لازم اغير الخريجين. طب انا دلوقتي هغير الخريجين ازاي، او هجيب خريجين بنوعية معينة ازاي؟ اول ما انا هعلم المعلم انماط معينة، فالانماط دي هي دي اللي هتطلع لي خريجين بمستويات اخرى. ازاي؟ دلوقتي احنا عندنا بقى مصطلح معروف عالميا هو اقتصاد المعرفة. اقتصاد المعرفة يعني ايه اقتصاد المعرفة؟ يعني ايه اقتصاد المعرفة؟ يعني المعرفة كلما زادت المعرفة وكلما زادت اكتشاف المعرفة كلما زادت الثروة. يعني المعرفة بتساوي الثروة. وبدأ عندنا عصر الصناعة. يعني ايه عصر الصناعة؟ عصر الصناعة يعني انا ببدل البني ادم او الانسان بالآلة. اذا معنى الكلام ده، وبقى عندنا عصر الصناعه التكنولوجيه كمان. اذا معنى الكلام ده اللي انا محتاج خريجين بمهارات معينه، بمهارات واداءات معينه. علشان اطلع الخريجين والطلبه بالمهارات دي لازم المعلم يكون هو كمان عنده المهارات دي. لان مستحيل ابدا المعلم هيكون مطلوب منه ان هو يخرج طلبه بمهارات هو مفتقدها او مش موجوده عنده. فعشان كده العصر بتاعنا تغير. ارباب العمل طالبين خريجين بمستويات معينه وبمهارات معينه. وعشان كده بقى عندنا حاليا عايزين نغير مناهج، نغير اساليب شرح، نغير المعلم من الالف للياء. يعني هو دلوقتي تغير دور المعلم من مجرد نقل للمعلومه ولا المعرفه لدور اكبر من كده. ما هو ده بقى اللي احنا بنسميه عندنا في التدريبات بتاعه المعلمين الجديده، اسمه التعلم النشط. بمعنى التعلم النشط يعني مشاركه الطلاب في العمليه التعليميه. كان زمان المعلم هو نمطي زي ما قلنا لحضرتك في الاول. يعني الدرس كله قايم على المعلم فقط لا غير، والطلبه ما هي الا مستمعه. اما التعلم النشط ان الطالب بيشارك في المناهج، بيشارك في التقييم، بيشارك في اسلوب التدريس كمان. يعني الطالب دلوقتي بقى بيشارك المعلم في العمليه التعليميه. طبعا. مش مجرد متلقي فقط. طبعا يعني. لان المعلم دلوقتي بقى، المعلم حاليا دلوقتي ازاي اتغير بقى؟ احنا دلوقتي بقى عندنا 3 مصطلحات لازم كلنا نبقى عارفينها. ايه هي المصطلحات دي؟ احنا عندنا من ضمن التنميه المستدامه عندنا حاجه بندرب عليها المعلمين حاليا، هي التربيه المستدامه. بمعنى ايه؟ طيب ايه هي بقى التربيه المستدامه؟ احنا بنربي عشان 3 حاجات، او احنا بنعلم عشان 3 حاجات. اول حاجه التعليم من اجل المعرفه. التعليم من اجل المعرفه، التعليم من اجل العمل، التعليم من اجل التعايش مع الاخرين. هقول لحضرتك تاني لانهم مهمين جدا. يا ريت هقولهم تاني. احنا دلوقتي الاهداف بتاعتنا احنا بنعلم علشان 3 حاجات. اول حاجه التعليم من اجل المعرفه، وده لا ينقطع. يعني انا دلوقتي لما بعلم الطالب عندي ان هو بيتعلم من اجل المعرفه، معنى الكلام ده ان هو التعليم مش هيقف عند حد معين، ده هيستمر مدى عمره. وهي اكتساب المهارات العاديه والمهارات الكليه. اما التعليم من اجل العمل هو اكساب مهاره محدده لاداء غرض معين. ثالث حاجه ودي مهمه جدا جدا جدا، التعليم من اجل التعايش مع الاخر. وهنا انا بعلم الطالب رقم 1 التعرف على الذات، تقبل الاخر، حل النزاعات.
التفكير الناقد. كل ده اذا الثلاث حاجات دول انا بعلم عشان اوصل لهم. التعليم من اجل المعرفه، التعليم من اجل العمل، التعليم من اجل التعايش مع الاخر. دي استراتيجيات مهمه جدا. بعد كده ان شاء الله باذن الله المناهج بتاعتنا كلها بتخدم على هذا النطاق او هذه الاستراتيجيات الثلاثه. تمام، يعني دي الاستراتيجيه برضو اللي ماشي عليها المعلم في العصر طبعا الحالي. هو اي معلومه انا بصنفها تبع الثلاثه دول. تمام. عشان اوصل الطالب لمرحله زي ما احنا قلنا في الاول، زي ما قلنا النقطه المهمه الاولانيه ان الوضع تغير. احنا دلوقتي لما بيجي عندنا خريجين، هل الخريجين دول ايه المشكله؟ طب احنا ليه عاوزين نطور المعلم؟ ليه عايزين نطور المعلم؟ لان كل الدراسات قالت ان في فجوه كبيره بين ما يتلقاه الطلاب في المدارس وما يحتاجونه في سوق العمل. يبقى دلوقتي احنا فعلا من 2016 و2017 دراسات مهمه جدا اثبتت ان في فجوه كبيره في ما يتلقاه الطلاب داخل المدارس وما يحتاجونه في سوق العمل. اذا سوق العمل محتاج طلاب ومحتاج خريجين بمهارات مختلفه ومعينه. تمام. انا لازم بقى ادرب معلمي، والمعلم هو الاساس. المعلم هو الاساس في العمليه التعليميه. اكيد طبعا. طبعا. فاحنا بنفرق برضو بين نقطه مهمه قوي قوي قوي، هي التعلم والتعليم. ايه الفرق التعلم بقى والتعليم. ايه الفرق؟ التعليم هو كل الخبرات والتجارب والمهام والاداء اللي بقوم بيها من اول ما اضع الخطه لغايه لما اوصل الى النتيجه. النتيجه بقى هي التعلم. اذا التعلم يعني. التعلم هي نتيجه التعليم، هي النتيجه الاخرانيه. التعلم هي النتيجه الاخرانيه. اما التعليم هي العمليه ذات نفسها. التعليم هي العمليه ذات نفسها من اول تشخيص المرض. يعني انا كمعلم وعندي طالب ودراسه الحاله بتاعته، الاول انا بشخص المرض بتاعه وبعد كده بسمعه. يعني زي بالظبط ما الدكتور بيشخص المرض عند المريض. بيبدا بايه؟ تشخيص المرض، بيسمعه، بيبدا يتابعه، بيعمل له العلاج، بيبدا بعد كده يتابع معاه. هي دي العمليه التعليميه. تمام. اللي بيقوم بيها المعلم. تمام. لو اتكلمنا عن دور المعلمه واحنا بقى في برنامج هي، فعايزين نخص بقى المرأة كمان. يعني دور المعلمه هل هو على قدم المساواة مع المعلم ولا في اختلاف؟ طيب احنا علشان نكون واضحين وصراحة في هذا الموضوع، فعلا في دراسات كتيرة جدا اتعملت على هل المعلم افضل ام المعلمة. لقينا ان احنا في المرحلة الابتدائية ان المعلمة بتقدر تحقق الاهداف التربوية اكتر من المعلم في المرحلة الابتدائية، لانها بتكون اكثر عاطفية واكثر استجابة لميول واستجابات الطلاب. اذا المعلمة في المرحلة الابتدائية بتكون اكثر إيجابية وأكثر تحقيق للأهداف التربوية، لأنها بتتعامل بعاطفية أكتر مع الأولاد في السن ده. لكن في المرحلة بقى الثانوية بيبقى المعلم أكتر لطريقة اللي هو بيقدر يضبط الصف. لأنه بيقدر يضبط الصف. إزاي يعني؟ مش فاهماها أوي، يعني وضحها لي. يعني الطلبة لما بتبقى في سن المراهقة، يعني الطالب لما بيكون في سن المراهقة بيكون له يعني بيكون ناقد شويه. ليهم، لا هم بيبقى لهم صفات صعبه شويه. فبيكون المعلم مختلف. المعلم بيكون قادر اكتر على ان هو يضبط الصف بتاعه ويتحكم فيه فيحقق النتائج بتاعته عشان يقدر يحقق نتيجه التعليم. لكن في المرحله الابتدائيه المدرسات بتأدي اداءات اكثر من رائعه وبتحقق فعلا الاهداف التربويه بتاعتها بنتائج جيده جدا ونتيجه كويسه. ده فرق مهم جدا يا دكتور شادي، ان مرحله المراهقه حضرتك تقصد ان هي اتعمل اكتر من دراسه على الموضوع ده. يعني هي محتاجه رجل اكتر من في المرحله الثانويه. في المرحله دي في المرحله الثانويه. لكن برضو لكل قاعده على فكره. بس ايوه لسه كنت حضرتك ده ما يمنعش ان في ستات شاطره في التعليم. في المرحله الابتدائيه فعلا المدرسات في المرحله الابتدائيه بيكونوا اكثر استجابه لميول واتجاهات الطلاب. يعني انا لما بيكون قدامي كيس، قدامي طالب وقدامي حالات، انا المدرسه بتتعاطف معاه اكتر. ولما بتتعاطف معاه الطالب فعلا بيستجيب ليها بتحقق معاه النتائج التربويه اللي هي حطاها. تمام. ده بقى يخليني اسال حضرتك، هل المعلم او المدرس لازم يفهم احتياج الطالب، احتياجاته نفسيا واجتماعيا قبل عمليه التعليم نفسها؟ طبعا. ده اساس نجاح الصف الدراسي الصفي واللا صفي، هو فهم احتياجات الطلاب. ليه؟ ببساطة لأن الطلبة عندنا مختلفة، ميولهم مختلفة،
افكارهم مختلفه، تمام. طريقه حفظهم ومذاكرتهم مختلفه. لما المعلم بيفهم طبيعه الطالب بيحقق له، يعني بيقدر ان هو اول حاجه يخليه يشارك معاه في التعلم، يخليه يشارك معاه في التعلم. وبعدين المعلم دلوقتي بنسميه المعلم التكنولوجي او المعلم الرقمي، اللي بيقدر يحفظ وقته، كل ما انا اتعرفت على الولاد بسرعه، كل ما انا التحدي الاول عندي هو الوقت. قدرت احافظ على وقتي طبعا واصمم. طب ما هو في طالب بيفهم عن طريق الصور، في طالب بيفهم عن طريق التكرار، تمام. في طالب بيفهم عن طريق الرول بلاي، ان احنا نعمل مسرحيه وهو يشارك فيها، في طالب بيفهم عن طريق القراءه. اذا كل ما انا بفهم الطلاب اكتر، بفهم ميولهم واستعداداتهم ومهاراتهم، بقدر ان انا اوصل ليهم باسرع وافضل نتيجه يعني. تمام. يعني هو في برضه دلوقتي دور منافس شويه لدور المعلم، في لو احنا اتكلمنا على مثلا وسائل التواصل الاجتماعي، بقى في يعني المعلم عن طريق مثلا الانترنت. هل ده بينافس معلم المدرسه؟ يعني ممكن تلاقي حد من الطلبه مثلا بيجيب مدرس معين على اليوتيوب مثلا ويسمع درس معين، هل ده منافس لمدرس المدرسه او قلل من دوره شويه؟ لا ابدا خالص. ده هو اساسا احنا دلوقتي المعلمين المدربين هم معلم تكنولوجي. يعني هو كمان لازم يكون عنده مهارات. اول حاجه ان هو يعمل مؤتمرات على الانترنت. يعني ايه مؤتمرات على الانترنت؟ ما هو الدرس اللي المدرس بيشرحه ده بيعتبر بالنسبه لنا مؤتمر على الانترنت. فلازم المعلم اللي في المدرسه يستطيع ان هو يصل. طيب خلينا نتفق على حاجه. اتفضل. دلوقتي هل الطلبه حاليا ما عندهمش ملهيات الكترونيه؟ عندهم حاجات جدا طبعا. كتيره جدا تلهيهم طبعا. الكترونيا، ده صحيح. زي الالعاب الالكترونيه وزي وسائل التواصل المتعدده. دي لوحدها يعني واخده احنا وقت. للاسف مش هنقدر ان احنا نمنعهم منها. اصبحت امر واقع. امر واقع. بس انا كمعلم في المدرسه اقدر ان انا اتواصل مع الولاد. زي ما انا خلصت الدرس ممكن اتواصل معاهم عن طريق اي وسيله، ممكن اديهم كمان دروس اونلاين. انا بقى عندي لو في معلم معين عنده مهارة معينة والطالب بيستجيب له، ولا أي مشكلة، يسمع من ده ويسمع من ده. يعني لو في عندي معلم عنده مهارة معينة وقدر إن أنا يقدر إن هو يوصل للولاد أونلاين، إيه المشكلة؟ ده يستجيب لده وده يستجيب لده، مفيش أي مشكلة، لأن إحنا اتفقنا إن الطلبة مختلفة. تمام. في طالب يقول لك أنا لو قعدت قدام الأونلاين ده 10 ساعات أنا ما استفدتش حاجة. يعني هي بحسب برضو خبرة حسب ميوله الطالب أو ميول الطالب. في طالب لو أنا سبته دقيقتين بيسرح. أيوه ده صحيح. فلازم اندهله. وفي طالب اول ما بيسمع كلمه امتحان بيشد انتباهه. فخلاص المعلم عرف، فكل شويه يروح مراجع له، ده سؤال امتحان، دي نقطه امتحان، دي نقطه جايه في الامتحان. ده فهو المعلم عن طريق ان هو بيدرس حالات الطلاب واحتياجات الطلاب، بيعرف مدخل كل طالب. بس بيبقى عبء بقى ده على المدرس او المعلم، ان هو يعني شوف في الفصل بيبقى فيه كام طالب عشان هو يدرس كل الاحتياجات دي، بتبقى صعبة لو عليه. اتدرب تكنولوجيا كويس الامور دي هتساعده جدا. يعني في عندنا وسائل دلوقتي وتطبيقات تكنولوجية كتيرة جدا وسهلة جدا، بتوفر مجهود ووقت كتير جدا للمعلم. بالذات زي ما حضرتك قلت في سن المراهقة، اللي هو المفروض يفهم السن اللي بيتعامل معاه ده كمان طبعا. احتياجاته ايه او صفاته هو ايه. عنده تفكير ناقد الطالب. هو الطالب ناقد لكل حاجه حواليه. طب ده بيتعمل ليه؟ طب المنهج ده معمول ليه؟ طب يعني هو ناقد بطبعه في الفتره دي يعني. هو دي طبيعه السن. دي طبيعه سن المراهقه. فالمعلم لازم يبقى متجاوب مع ده. لازم يعني يكون متجاوب ولازم يبقى فاهم. لازم يبقى فاهم هو قائد للعمليه التعليميه. المعلم هو قائد للعمليه التعليميه. الهدف منها اللي انا اخرج الطالب مستجيب، والاهداف التربويه بتاعتي تحقق النتائج اللي انا عايزها. تمام. دكتور شادي، أهمية العمل الجماعي بقى بين المعلمين والمدرسين ده أكيد ليه أهمية برضو في العملية التعليمية. ده سؤال جميل جدا. لو أنا دخلت الفصل وعندي الطالب ده، لازم يكون في تعاون بيني وبين المعلم اللي قبلي. إزاي؟ يعني أنا دلوقتي لازم أتعرف على الخبرات والمهارات اللي الطالب اكتسبها قبل الصف ده. يعني انا معلم في الصف الثالث الاعدادي مثلا، ما انا لازم اكون متعرف على المهارات والمعلومات اللي الطالب تزود بيها في المرحله الاولى في اولى اعدادي وثاني اعدادي، عشان ابدا ابني عليها، عشان ما اضيعش وقت الطالب ويبقى فيه ملل. اذا التعاون بين المعلمين وبعض ده دوره كبير جدا جدا جدا. ازاي انا هعرف الطالب عرف ايه
الطالب وصل لايه، ايه الحاجات اللي انا هبني عليها عشان ما اضيعش وقت الطالب والطالب يعني يكون عنده ملل. طبعا. مم. طيب التدريب بقى المستمر للمعلم، يعني مم. اهميته انه يبقى على طول في تدريب متواصل ومواكب لكل حاجه بتمر، واحداث وعمليه تعليميه وكل حاجه. اهميه التدريب رقم واحد تجديد مم. المعلومات لدى المعلم. مم. يعني ايه تجديد المعلومات لدى المعلم؟ انا دلوقتي عندي كميه معلومات قد كده، مم. طب ما هل المعلومات دي ثابته ولا ممكن تزيد او ممكن تقل او ممكن تتغير؟ مم. اذا وجود تدريب مستمر، التدريب دوت بيزود المعلومات لدى المعلم، مم. بيكتسب مهارات اخرى زي ما قلنا التطبيقات الالكترونيه واستخدام وسائل وتطبيقات الكترونيه جديده بتساعده في ضبط الصف. مم. الحاجه الثالثه التعرف على زملاء، لما في التدريب بيحضر تدريب مثلا حتى لو اونلاين، حتى بيبقى مم. مع عنده مجموعه من الزملاء بيتعرف على تجاربهم، مم. بيتعرف على تجاربهم. بعد كده لما بيحصل عندنا حاجه اسمها التي بي مثلا او النموذج بتاع الشرح او الكلام ده، مم. المعلم بيشوف كل معلم ايه المهاره اللي عنده وبيتعلم منه، مم. وبيتعلم منه. احنا اهدافنا ايه في المنهج ده، مم. هنوصل فيه ايه للمنهج ده. مم. فالتدريب طبعا حاجه مهمه جدا جدا لازم المعلم، يبقى ولا بشكل تقف بشكل متواصل، ولا يعني ده تقف على طول ولا تقف. بشكل دائم يعني. يعني مفيش حاجه اسمها انا مم. خلصت التدريب، لا، مم. التدريب مستمر حتى اخر العمر. ده على طول. طبعا. طيب خلينا نتكلم عن التحديات او الصعوبات اللي بتواجه برضو المعلم في العصر ده. يعني احنا اتفقنا ان هو عصر فيه وسائل يعني التواصل الاجتماعي، في انترنت، في سيطرة من حاجات كتير دخيلة عن المدرس النمطي زمان. فاكيد في تحديات برضو بتقابله سواء في العملية التعليمية يعني بشكل عام او مع الطلاب بشكل خاص. طبعا هو اول تحدي للمعلم هي العولمه. مم. يعني بنلاقي دلوقتي مدارس كتيره جدا، وخصوصا هي مدارس مثلا انترناشونال، مم. بتدخل افكار كتيره ممكن الافكار دي ما تبقاش مقبوله بالنسبه للمعلم ذات نفسه، مم. فده تحدي بالنسبه له. مم. يعني ده تحدي بالنسبه له. الحاجه الثانيه المناهج، مم. ممكن يكون المنهج ممكن ما بيساعدوش على تحقيق الهدف التربوي بتاعه. مم. حاجه ثالثه لها علاقه بالمعلم ذات نفسه، ان في مم. بعض المعلمين بتبقى رافضه التدريب والتعديل والتغيير. مم. يعني في بعض المعلمين بيبقى لهم رأي في المنهج اللي هو بيديه وفي الاسلوب اللي هو بيشتغله، فلما بيحصل تدريب وبيعترض عليه، ده احد التحديات. مم. الحاجه الرابعه المهمه قوي 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 هي الملهيات. زي ما قلت الملهيات الكتيره جدا لدى الولاد، يعني الولاد فعلا بيجي لهم حاجات جدا تلهيهم، زي الالعاب الالكترونيه وتمسكهم كتير جدا بالموبايل وادمان العاب الفيديو والكلام ده، فعلا بتعطل المعلم كتير جدا وبتخليه ما يقدرش يحقق الاهداف اللي هو عايزها من الفصل. تمام. طيب أهمية تبادل التجارب برضو بين المعلمين ده ايه أهميته؟ طبعا احنا المعلم مع زميله لازم يعرف ايه هي الخبرات وايه هي المهارات اللي الطالب اكتسبها مم. قبل دخول الفصل. مم. يعني في مهارات الطالب اخدها من المرحله الابتدائيه مثلا او مم. المرحله الاعداديه او حتى مرحله الكيجي، مم. لازم المعلم يتعرف. وعندنا في المناهج حتى في مناهج رابعه وخمسه حاليا منهج اللغه الانجليزيه بنلاقي فيه دراسات اجتماعيه مم. وبنلاقي فيه ساينس عشان تكامل المواد، مم. عشان تكامل المواد. ولو احنا السنه دي طلبه مم. اولى ثانوي عندنا منهج العلوم. مم. منهج العلوم ده بقى كان ايه؟ مم. خليط من 5 مواد. مم. يعني علوم المتكاملة للصف الأول الثانوي عبارة عن مزيج من 5 مواد: مم. فيزياء، كيمياء، أحياء، علم الفلك، مم. وجيولوجيا. تمام. كل دول بيندمجوا عشان يدوا معلومة للطالب. إذا مم. لازم يحصل فيه تعاون، مم. لازم يحصل اندماج بين المواد ومساعدة بين المعلمين بينهم وبين بعض. تمام بشكل طبعا مستمر. بإذن الله. دكتور شادي أنا بشكرك جدا، نورتنا. ربنا يخلي سعادتك، شكرا جزيلا. بشكر مرة تاني دكتور شادي عابد مدير إحدى المدارس ودكتوراه تكنولوجيا التعليم. وبعد الفاصل هنروح لفقرة جديدة مع زميلتي هبة حمزة، خليكم معانا.